أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالتفاصيل. سحر الجعارة تطالب الحكومة باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من غلق المحال الساعة 9. بدأت الكاتبة الصحفية سحر جعار طرح رؤية جديدة تتعلق بقرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة 9 مساء، مطالبة الحكومة بضرورة استثناء فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة من هذا القرار في إطار مراعاة خصوصية المناسبات الدينية للمسيحيين في مصر. وأكدت سحر أن استثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من غلق المحال يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ المواطنة، مشيرة أن احترام الخصوصية الدينية لا يتعارض مع قرارات الدولة بل يدعمها في تحقيق التوازن المجتمعي. وأوضحت أن هذه الفترة تعد من أهم المناسبات الدينية لدى المسيحيين، حيث تبدأ من أحد السعف وتمتد حتى عيد القيامة المجيد، وتشهد إقامة صلوات مسائية طويلة داخل الكنائس، مما يجعل توقيت غلق المحال الحالي غير مناسب لطبيعة هذه الأيام. وأشارت إلى أن خروج الأسر بعد انتهاء الصلوات لشراء احتياجات العيد وملابس الأطفال يتطلب مرونة في مواعيد العمل، مؤكدة أن تطبيق قرار الغلق دون استثناء قد يؤثر على قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم الطبيعية خلال هذه الفترة. وأضافت أن استثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من غلق المحال لا يعني الإخلال بجهود الدولة في تنظيم السوق، بل يأتي كحل مؤقت يراعي الظروف الخاصة بهذه المناسبة. وشدد السحر على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في ترسيخ مبدأ المواطنة، لافتة إلى أن الخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز هذا المفهوم مثل التوسع في إنشاء دور العبادة بما يحقق العدالة بين المواطنين. وأكدت أن المطالبة باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من غلق المحال تأتي في إطار دعم هذه الجهود وليس معارضتها، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الموارد واحترام المناسبات الدينية. واختتمت سحر حديثها بالتأكيد على أن الأعياد تمثل قيمة إنسانية واجتماعية كبيرة، داعية إلى ضرورة التضامن المجتمعي وعدم تجاهل حقوق أي فئة، مشيرة أن الاستجابة لمثل هذه المطالب تعكس روح التعايش الحقيقي داخل المجتمع. وتعكس هذه الدعوة نقاشا أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين القرارات التنظيمية واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل تعدد المناسبات الدينية، وما يضع صانع القرار أمام معادلة دقيقة بين الانضباط الاقتصادي والبعد الاجتماعي. ويعد قرار غلق المحال من السياسات التنظيمية التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم الأسواق، إلا أن بعض الفترات الموسمية والدينية تتطلب أحيانا مراجعة مؤقتة لتلك القرارات بما يتناسب مع طبيعة المجتمع. وتفتح هذه المطالبة بابا مهما للنقاش حول المرونة في تطبيق القرارات العامة بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناسبات التي تحمل طابعا دينيا واجتماعيا خاصا. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.